ورجعنا ليكم مرة تانية في هو وهنا. طبعا كلامنا على الفاشن والترندز لسه مخلص. في الفترة الأخيرة بنات كتير بقت تعمل بيرسينج. طب ايه بقى هي أنواع البيرسينج؟ ايه الماتيريالز أو الخامات المفروض استخدمها؟ ايه الخطوات المفروض أمشي عليها عشان ما تجيليش مثلا انفكشن أو عدوى؟ وكل ده هنعرفه مع ضيفتي اللي منوراني النهاردة، سول. ازيك يا سول، عاملة ايه؟ الحمد لله. انتي منوراني النهاردة. شكرا. في البداية كده قولي لي امتى دخلتي مجال البيرسينج؟ من 5 سنين تقريبا. الموضوع كان هوايه وبعد كده بقى احتراف بالنسبه لي. طب انتي درستي الموضوع؟ لا، هو ما درستوش، بس أوكي. انا ذاكرته كويس قوي، عشان اصلا في مصر مش متوافر ان احنا ناخد كورسات او الموضوع يبقى بشكل بروفيشنال، فانتي بتعتمدي على اعتمادك الشخصي، فالموضوع بيبقى مذاكره اكتر بينك وبين نفسك كده. اجتهاد شخصي. اجتهاد شخصي بنسبه كبيره جدا. كلميني بقى عن انواع البيرسينج. انواع البيرسينج كتير جدا. كلميني عنهم. الجسم كله، يعني كل منطقه في الجسم بيتعمل فيها بيرسينج، سواء اير، نوز، ايبرو، اي منطقه في الجسم، بيلي، كل الجسم بيتعمل فيه بيرسينج. طب ايه المناطق مثلا اللي بتفضلي ان احنا ما نعملش فيها بيرسينج؟ المناطق اللي بفضل ما نعملش فيها بيرسينج الحاجات اللي بتبقى زي الباك مثلا، حاجات اللي بتبقى في الظهر، الرقبه من ورا، في اماكن بتبقى خطر شويه، التونج بيرسينج، حاجات بتبقى شكلها الظهر كمان عشان حد بيلبس تيشرت او كده ممكن تشبك فيعملوا بعد كده انفكشن وتعور. بالظبط كده. وايه بقى بالنسبه للتونج او اللسان؟ التونج بيرسينج مش كل الناس بتعرف تتعامل معاه قوي، يعني هو بيبقى بيرسينج حساس قوي، البنات بتحب شكله جدا، بس مش بتقدر، يعني ثقافه البنات مش بيقدروا يتعاملوا معاه قوي، والانفكشن بتاعه صعب جدا، يعني علاجه بيبقى صعب، ليه مخاطر عاليه جدا. بحاول على قد ما اقدر ان انا اتجنب الموضوع ده مع حد خبرته ضعيفه شويه في البيرسينج. طب ايه اماكن تانية برضو بتحذري ان احنا ما نعملش فيها؟ لا مفيش مش قوي، لا هو في حاجات بسيطه بس. طب قولي لي بقى هتعملي الايه ايه؟ عايزه اشوف بشكل عملي كده بقى. خلاص هنعملها اير بيرسينج في ودنها. اير بيرسينج، اوكي. بس كده. فين بالظبط؟ هيلكس، منطقه الهيلكس، غضروف هنا، اللي هي دي. دي منطقه الغضروف، هيلكس بيرسينج ولوب بيرسينج. اوكي، وهنا. اوكي. طب قولي لي بقى ايه اكتر حته بتوجع في الودن؟ الهيلكس. هنا اكتر بيرسينج بيوجع في الجسم كله الهيلكس بيرسينج اللي فوق ده كل الناس بتخرم قد كده فيه؟ الناس كلها بتخرم قد كده فيه. انا قلت ده اكيد سهل، يعني الموضوع اصعب بيرسينج واصعب هيلينج واكتر بيرسينج بياخد وقت الهيلكس بيرسينج. طب واللي هنا بقى اللي هو هنا الناس ظالمينه بجد، اكتر بيرسينج ده لذيذ قوي، بيهيل بسرعه جدا. هو وجع كلها في خرمه، عشان احنا المنطقه دي فيها كيرفات فبنخرم بالراحه. البنت تقولك لا هيوجعني جنب خدي واعصاب وبتاع، بس هو بالعكس، غضروف ثابت يعني الهيلينج بتاعه سريع قوي. الغضروف لو متحرك بيبقى مؤذي اكتر، بيبقى بيوجع اكتر. ده اللي البنات مش فاهمينه، هم فاهمين العكس، ان دي هي اللي صعبه قوي لانها في خدها في جنب وشها، لكن ده سهل في الودان، او عشان اتخن شويه ففيها عظمه مش عارفه. هي غضروف سمكه نفس سمك ده. هو الموضوع بيبقى التهيؤ، البنت بيتهيأ لها ان ده صعب. بس التريجس مظلوم جدا. طب اللي جوه بقى الودن من جوه، الكونش. الكونش بيرسينج، الحته دي. ايوه دي الكونش او الروك او الدست، في 3 عندنا 3 بيتعملوا جوه الودن. لطاف مش وحشين قوي، بس عايزين رعايه. على حسب نسبه حساسيه جسمك ناحيه البيرسينج. في بنات بتعمله بيهيل بسرعه والدنيا بتبقى حلوه، في بنات لو جسمها حساس شويه، لو اتعورت او حاجه بياخد وقت في الهيلينج بتاع الجرح، لا ممكن يطول معاها شويه. بيبقى الموضوع مختلف من شخص للتاني. طب عايز اشوف بقى بشكل عملي. اوكي، هتعملي ايه الايه؟ مستعده ايه؟ مش خايفه، مش قلقانه؟ عملت واحد قبل كده. اوكي، بقى واثقه فيها اوريدي. طب انت بقى بتفضلي النيدل ولا الجان؟ النيدل طبعا. اوكي. النيدل فرق كبير جدا ما بين الجان والنيدل، يعني الناس كلها بتستسهل وتعمل الجان عشان مره واحده. بالظبط، الجان ده كارثه. يعني في حاجه متعارف عليها، بيقولك مثلا احنا هنعمل بالمسدس ده سهل بسرعه على طول، وهيلتهب شويه ويبقى تمام. لا، هو مفيش حاجه اسمها يلتهب شويه، المفروض البيرسينج اصلا ما يلتهبش. يعني انت المفروض تعملي بيرسينج وودانك تبقى كويسه خلاص. البنات عندهم العكس، هم فاكرين ان الطبيعي ان هو يتعب وبعد كده يبقى كويس. انا كنت فاكره كده، الطبيعي يحمر وبعد كده ممكن يحصل انفكشن كمان وانا بقى اعالج الموضوع ده. لا خالص، لا، الطبيعي مش ان هو يحمر، الطبيعي ان هو يبقى كويس ويفضل كويس. لو احمر او حصل ورم او اي حاجه خفيفه يبقى في مشكله في البيرسينج. بس تمام. طب ايه بقى الماتيريال اللي بتستخدميها وانت في انواع الحلقان؟
انواع الحلقان تيتانيوم بيور. اوكي. الحلقان اللي لازم البلاستيك والحاجات دي ما تنفعش خالص. لا اي حاجه بتتفاعل مع الجسم ممنوع. سواء فضه او ذهب او اكسسوري ايا كان ممنوع، لازم يكون تيتانيوم بيور منعا لحدوث تفاعل الجسم معاه او حدوث اي حساسيه. تمام. طيب احنا كده مش هنشوف ودن ايه ممكن تتحركي كده شويه، يعني عايزين بقى نشوف اللي هيحصل. شوفي الاخرام كده. انت في الاول بتعملي علامه بالظبط قبل ما نعمل بالنيدل، قبل ما نعمل اصلا بالنيدل تعملي مارك بالظبط. اوكي خلاص يا ايه اللي انت عايزاه. الاماكن عاجبينك؟ ماشي ده نحطه تمام ونحط اوكي. طب مش بيوجع خالص ولا بيوجع وقتها؟ لا بتحسي بشكه النيدل، يعني شكه النيدل واحنا بنخرم بتحسي بيها، بس بعد كده الموضوع بيبقى بسيط. وايه شكل البيرسينج كده؟ البيرسينج اهو بيبقى فلات باك، تيتانيوم فلات باك. اوكي ده اصلا مش بيتشال؟ لا ثابت. ده ثابت. هو بيتشال بس انت لو خرمتيه بتقعدي بيه 3 شهور بس. مش سهل ان انت تقلعيه. طب انا ازاي هشيل بعد 3 شهور ده؟ يعني بيتكسر بقى؟ البريمه بتتفك. لا البريمه بتتفك عادي. شكلها مش بريمه، شكلها كانها هي البريمه من قدام، البريمه في الشكل. الفلات باك بيبقى بريمته قدام مش ورا. البريمه بتبقى في الشكل. اوكي. يعني بشيل الشكل من قدام ده وافكه عادي بس بعد 3 شهور بالظبط كده. حلو قوي الموضوع ده. انت هتشجعيني ان انا اعمله بس انا خايفه برضه. انت تقريبا عامله بيرسينج. انا عامله 2 بس هنا و2 هنا بس عملته بالجن كمان بس وجعتني، اتخضيت اصلا. هو صوته اصلا اللي هو هو كنت لسه اقول لك اصلا هو صوته بيخض. تمام. هو كمان مشكله اعتقد في الجن هو ما بيبقاش بريسايز، عارفه اللي هو بيتحرك منه اكيد يعني. ده بنج صح اللي انت رشيتيه؟ ده بنج. اوكي. الجن مشكلته ان الحلق بتاعه حلق مدبب بيعمل تهتك لانسجه الجلد. دي مشكله الجن. النيدل حاجه حاده جدا تخش بسلاسه وتخرج بسلاسه. اوكي بس كده. بس بتقعد وقت اطول وانت بتعمليه على طول؟ لا هتشوفي دلوقتي. تمام نشتغل. يلا بينا. اوكي جاهزه. طب ممكن تيجي كده سنه عشان نشوف ودن كمان. تمام. خدي نفس. خلصنا. ايه ده؟ تمام. ايه ده؟ خلصنا. ايه اللي حصل؟ خلاص. احنا كده الموضوع بسيط قوي. هو بسيط واسهل، يعني وجعه اخف جدا من الجن. لو الناس بتقارنه بالجن فهو ابسط بكتير يعني. حاسه بايه متحمسة. متحمسه؟ انت مش موجوعه؟ بسيط يعني حسب الفكة بس هي مش اكستريم يعني. اوكي. لا مثلا الموضوع شكله سهل، يعني انا توقعته يبقى اصعب من كده. لا هو سهل. احنا كده دخلنا الحلق. اوكي. وهنربط البريمه بتاعتنا. كده بقى دخلنا خلاص احنا كده بس هنربط البريمه وخلاص. اوكي. طيب بعد كده بقى ممكن بعد ال3 شهور ممكن اشيله لنفسي ولا بجيلك تشيلهولي؟ بصي انا دايما لو حد ما عندوش خبره في البيرسينج دايما بقول له ارجع لي. يعني اول تعامل مع بينك وبين البيرسينج خليه يبقى من خلالي احسن.
طب ايه بقى الخطوات اللي المفروض اعملها بعد البيرسينج عشان ما الأفتر يجيش كير؟ انفكشن كمان؟ كل بيرسينج بيكون ليه افتر كير معين. اهم حاجه دايما نقول 50% من سبب نجاح البيرسينج النيدل ونوع الحلق اللي هو مسؤوليه البيرسر، مسؤوليتي انا الشخصيه. احنا كده خلصنا. تمام. اوكي، لذيذ قوي، لذيذ قوي قوي. قولي لي رايك. هنعمل اللي تحت كمان؟ هنعمل اللي تحت كمان. تمام. طب هل بقى في كريمز لازم احطها بعد افتر كير؟ بس مش after كريم. care. الكريمز والمضادات الحيويه والفيوسيدين والحاجات دي ممنوعه تماما. ممنوعه؟ عايزه بتكون اقول لك بيئه رطبه للبكتيريا. كل الناس عايشه على الموضوع ده بالظبط. يعني اصحابي اللي عاملين بيرسينج كلهم بيعملوا كده. كان عندي واحده صاحبتي تحت اخدها عادي. قولي. كانت عامله تحت الكولر بون. تمام. طبعا جالها انفكشن ان اللبس بيتعلق فيه، فكل شويه بتشد البيرسينج جالها انفكشن، بتحط عليه بقى فيوسيدين وفيوسيكورت وكل المضادات الحيويه. لا، المضادات الحيويه او الكريمات بصفه عامه بتكون بيئه رطبه للبكتيريا كمان. هي السبب اصلا ان البيرسينج نفسه. عشان كده فعلا مش بيتعالج وبيبقى على طول احمر وملتهب وبيبقى شكله وحش حتى. بالظبط كده. بنعالج بمضادات حيويه بس تكون سائله او حبوب. يعني دوت يعني سبراي بالظبط كده، او حبوب تاخديها. لكن الكريمات والحاجات دي غلط. خلاص. طب عايزين بقى نشوف النكست ستيب. يلا. او نكست بيرسينج. جاهزه؟ خدي نفس. خلصنا. ده موضوع بسيط قوي. طب سول، من وجهه نظرك كده ليه الناس بتبقى متخوفه من البيرسينج؟ عشان ابره. عشان ابره، صح. عشان فكره ان انت ابره، يعني انت في ناس بيبقى عندها فوبيا من الحقن والحاجات دي، فبيشوفوها بيخافوا. عايزه اقول لك بعد كده الموضوع بيبقى ادمان. يعني كلاينتس كتير قوي بتيجي بتبقى خايفه، عدي سنه مثلا بتبقى مش عارفين نعمل ايه تاني، خلاص الموضوع بيبقى ادمان. ملينا بقى نفسنا بيرسينج. طب ليه ساعات بيحصل روائح كريهه مكان البيرسينج؟ بصي، الدهون الجسم بصفه عامه بيطلع دهون وافرازات وعرق، وده حاجه طبيعيه. البيرسينج المفروض يتنضف من 2 ل 3 مرات كل يوم. لازم. لو انت بس ده طبعا بعد ال3 شهور اللي احنا اتفقنا عليهم. لا بصي، اول 3 شهور في افتر كير بنمشي عليه، وبننضف البيرسينج من 2 ل 3 شهور. من 2 ل3 مرات في اليوم لمده 3 شهور. بعد كده الناس بتنسى. ده انتنس، يعني انتنس لازم ضروري جدا. لان هو جرح، احنا بنديله فرصه ان هو يلتئم على نظافه، وفي نفس الوقت ما ينفعش اسيب له مثلا 1% فكره يبقى عرضه للانفكشن، يبوظ او يحصل له مشكله. الناس بعد 3 شهور. طب هقول لك حاجه، كل الاماكن نفس الكير؟ يعني مثلا الودن لا طبعا. زي لا. مثلا بيرسينج البالي بيرسينج زي المناخير، وليه كير لوحده. كل بيرسينج وليه حاجه معينه لوحدها. طيب المفروض تعمل ايه بقى؟ قولي لي المفروض الافتر كير بتاع المفروض تعمل ايه؟ بصي، احنا خلصنا تاني واحد. قولي لي رايك فيه الاول. لذيذ قوي. المفروض ما تنامش على ودنها خالص اول شهرين، خصوصا تحديدا ان هي عامله هيلكس بيرسينج. يعني هيلكس من اللي هو اصعب حاجه بتمنعك من النوم على ودنك تماما اول شهرين على الاقل. تمام. ممنوع البول تماما علشان البول فيه كلور. ده موضوع كبير يا سو. ايوه، موضوع كبير قوي فعلا. الموضوع كبير. الناس احنا كنا نستسهله عن كده كتير كمان. كده. الناس مش بتتوقع ان الموضوع كبير كده، بس هو كبير. هو الفكره في الاول في الاخر في البيرسينج هو جرح، صح حقيقي. انت لو متعوره هتشوفي هتهتمي بالجرح ده ازاي. هو نفس فكره اهتمامك بالبيرسينج اللي انت عاملاه. طب وترش ايه بقى دلوقتي؟ هو اكتر حاجه مشهوره في البيرسينج معقم ومطهر اساسي، لازم محلول ملح. تمام. وبعد كده في مضاد حيوي، وبعد كده في حبوب بتاخدها مضاده للالتهابات والتورم. كل حاجه ليها فتره معينه وليها مده. لحد. طب ينفع اجيب عليه ميه؟ الميه بلاش اول 3 ايام. اوكي. ده جرح، بلاش اول 3 ايام ميه. بلاش اي مواد فيها كيميكال خالص. لمده 10 ايام زي الشاور والحاجات دي. بنغطي ودننا او البيرسينج نفسه بصفه عامه. والبول طبعا ممنوع تماما. في شويه ممنوعات صغننه كده. انا بشكرك يا سول، انت نورتيني النهارده. ده نورك، شكرا. وبكده تكون خلصت فقرتنا النهارده. بريك سريع ونرجع لكم مره ثانيه.